السلام عليكم مشاهدينا الكرام، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. هذه أبرز عناوين أخبار اليوم. إجراء من الركراكي قبل انطلاق التحضير لكأس العالم 2026. عاجل الجامعة تكشف حقيقة التعاقد مع وهبي ليكون مساعدا للركراكي في المنتخب المغربي. صحيفة أس براهيم دياز يطرق باب الرسمية في ريال مدريد. وقبل الخوض في التفاصيل، المرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي تتوصلوا بجديد الأخبار العالمية والمغربية. إجراء من الركراكي قبل انطلاق التحضير لكأس العالم 2026. يدنو موعد كأس العالم 2026 في أمريكا، كندا والمكسيك، كما يقبل الناخب الوطني وليد ركراكي على التحضير للمنافسة بعد عبوره نكبة كأس أفريقيا 2025 والمتمثلة في عدم تحقيق اللقب في الأرض وبين الجمهور رغم الوصول إلى النهائي. وأكد موقع لوسيتان فوسبور أن الركراكي باشر العمل على كأس العالم 2026 وذلك بتجهيز القائمة الخاصة بالمنتخب المغربي في مستهل التحضير الفعلي للمونديال شهر مارس القادم. وتبع أن الركراكي سيقوم بجولة على ملاعب فرنسا وبعد الدوريات الأخرى لمتابعة لاعبيه المرشحين للتواجد في قائمة الفريق سواء الحرس القديم أو الجدد. وأشار إلى أن الناخب الوطني يريد أن يقوم بتعديلات على مستوى التركيبة البشرية خاصة بعد خيبة الكان، ويرتقب أن يخوض المنتخب الوطني المغربي شهر مارس القادم إن شاء الله وديتين تحضيريتين لكأس العالم الذي سيستهل بالنسبة لأسود الأطلس عبر مواجهة البرازيل في 13 من شهر يونيو القادم. الجامعة تكشف حقيقة التعاقد مع وهبي ليكون مساعدا لركراكي في المنتخب الأول. أشارت تقارير صحفية إلى تحرك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي القجع من أجل إجراء عدة تعديلات في الطاقم الفني لمنتخب المغرب، أبرزها تعيين محمد وهبي مساعدا أولا للركراكي على حساب عبد العزيز بوحزمة. لكن موقع وين القطري وجريدة المنتخب المغربي كشفت عبر مصدر من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة حتى هذه اللحظة، ولا تعد كونها تقارير صحفية تم تداولها على نطاق واسع. وأضاف موقع وين القطري أن أي خطوة لتطعيم أو تغيير الطاقم التقني تخضع لبروتوكول رياضي واضح، حيث أن الاستعانة باسم جديد في الطاقم المساعد لا تتم إلا باقتراح مباشر من المدرب نفسه لتفادي مجموعة من الاصطدامات الداخلية كما حدث في عدة مرات سابقة. وأضاف موضحا أنه لم يحصل لحدود الساعة أي تغيير رسمي على الطاقم التقني للمنتخب المغربي، والعمل داخل أروقة المنتخب يسير بشكل عادي جدا وفق الهيكلة الحالية في انتظار ما قد تسفر عنه الأيام القادمة من مستجدات يقررها الركراكي بالتنسيق مع الإدارة التقنية أو تقيمها الجامعة في اجتماعاتها القادمة. وعلى صعيد مستقبل القيادة الفنية، أشار ذات المصدر إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تتبنى أي موقف رسمي حاسم أو معلن بخصوص استمرار الربان الحالي من عدمه، خاصة بعد نكسة الكان الأخيرة، وحيث بشر وليد ركراكي في الوقت الحالي مهامه بشكل اعتيادي جدا، حيث يعكف حاليا على وضع اللمسة الأخيرة لبرنامجه الإعدادي الخاص بمعسكر شهر مارس القادم. وتمكن ركراكي من تجاوز ضغوط المرحلة السابقة ليبدأ التخطيط الفني لمواجهة خصوم من العيار الثقيل، حيث يرتقب أن يواجه منتخب المغرب كل من الإكوادور والباراغواي وديا في التوقف الدولي لشهر مارس المقبل إن شاء الله. صحيفة أس براهيم دياز يطرق باب الرسمية في ريال مدريد. عاد المغربي براهيم دياز إلى دائرة الأضواء في نادي ريال مدريد بعد سلسلة من العروض الجيدة التي قدمها في المباريات الأخيرة، ما جعله ينافس أكثر على مكانه في التشكيلة الأساسية للنادي الملكي. وبعد مشاركته مع المنتخب المغربي في نهائية كأس أفريقيا 2025، حيث عاش لحظات صعبة بعد أن أضاع ركلة جزاء في النهائي، بدأ دياز في التعافي من خيبة الأمل التي عاشها ضد السنغال بعد أن أنهى مشاركته في البطولة القاري كأفضل هداف، حيث أظهر قوة نفسية كبيرة في آخر 3 مباريات لعبها مع ريال مدريد منذ عودته من الكان. وفي المباريات الثلاث الأخيرة التي خاضها الفريق الأبيض، كان دياز عنصرا مؤثرا لا سيما في مباراتي رايو فايكانو وفالنسيا الأخيرتين. في المواجهة الأولى ساهم اللاعب بشكل مبشر في فوز الميرنغي، حيث قدم تمريرة الهدف الأول الذي سجله فينيسيوس، ثم اصطاد ركلة جزاء في آخر الأنفاس أحرز من خلالها كيليان مبابي هدف الفوز.
وفي لقاء فالنسيا قدم تمريرة حاسمة أخرى ليسجل مبابي هدف الانتصار. وأكدت صحيفة أصل إسبانيا أن الدولي المغربي إبراهيم دياز بات يضغط بقوة من أجل نيل مكان داخل التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد في ظل المستويات اللافتة التي بصم عليها خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث التأثير الهجومي أو الحضور الذهني داخل المباريات. ورغم أنه لا يزال يبدأ أغلب المباريات من دكة البدلاء، ترى الصحيفة أن إبراهيم ينجح في استغلال الدقائق التي يحصل عليها بأفضل شكل ممكن بفضل مرونته التكتيكية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي سواء كجناح أو خلف المهاجم. وأضافت أصلا الأداء التصاعدي للنجم المغربي يضع المدرب ألفارو أربيلو أمام معطيات جديدة، خاصة في ظل ازدحام الأسماء الهجومية، مشيرة إلى أن اللاعب يطرق باب الرسمية بقوة وقد يصبح خيارا أساسيا في قادم المباريات إذا وصل على النهج نفسه. حكيمي ضمن أفضل هدافي المدافعين في العالم خلال العقد الحالي. وصل الدولي المغربي أشرف حكيمي تأكيد حضوره القوي بين كبار نجوم الكرة العالمية بعدما وضع موقع التاريخ والإحصاء الكروي ضمن قائمة أفضل المدافعين هدافين في العالم خلال الفترة الممتدة بين 2021 و 2025 في تصنيف شمل أبرز الأسماء التي تلعب في الخط الخلفي عبر مختلف الدوريات. واحتل الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان والمنتخب الوطني المركز السادس عالميا برصيد 38 هدفا دون أي هدف من ركلات الجزاء، ليعد أحد أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف من اللاعب المفتوح إلى جانب الكوستاريكي كيندال واستون بالرصيد ذاته، متفوقا على عدة نجوم بارزين في مراكز دفاعية هجومية أبرزهم تيو هرنانديز وعلي معلول وغوستافو غوميز. وتصدر الإنجليزي جيمس تافريني اللائحة ب74 هدفا، غير أن جزءا كبيرا منها جاء عبر ركلات الجزاء، في حين حافظ حكيمي على خصوصيته كمدافع عصري يعتمد على الاختراقات والتمركز داخل منطقة الجزاء، ما يعكس تطور أدوار الأظهرة الحديثة التي لم تعد دفاعية فقط بل أصبحت مفتاحا أساسيا في البناء الهجومي. ويبرز هذا الرقم القيمة الهجومية الكبيرة لحكيمي الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى جناح إضافي داخل رقعة الميدان بفضل سرعته ومساهمته المبشرة في التسجيل سواء مع نادي باريس سان جيرمان أو مع أسود الأطلس، حيث سجل أهدافا في الدوري والكؤوس والمنافسات القارية وأيضا بقميص المنتخب الوطني المغربي. يشار إلى أن الدولي المغربي كان قد فاز في السنة الماضية بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية لأفضل لاعب إفريقي، وذلك بعد تألقه مع المنتخب المغربي ومع باريس سان جيرمان الذي قاده للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخها. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم.